بعد النجاح الباهر لكريم وجه القمر، يبهرنا العالم الطبيب الأستاذ الدكتور أسامة حجازي بالإبداع الجديد والتحدي المذهل وجه القمر الذهبي. وعدناكم ببشرة في لون ونعومة ورق الورد، والحمد لله حققنا الوعد. النهاردة بنجدد الوعد ومعاه وعد جديد، بشرة في لون ونعومة ورق الورد وملمس وبريق اللؤلؤ المكنون الذي لم تلمسه يد. وجه القمر الذهبي، ثورة في عالم الطب وتحدي حقيقي. عين الطبيب المتخصص في العلاج بالأعشاب والطب البديل تقدر تستخرج من كنوز الطبيعة وصفة مميزة جدا لعلاج جميع مشاكل البشرة. أيوة، علاج جميع مشاكل البشرة، وهو ده التحدي الحقيقي. كل مشاكل البشرة اللي بتعانوا منها بلمسة من وجه القمر الذهبي هتصبح ذكريات من الماضي. كريم وجه القمر الذهبي، أحدث صيحة في عالم الطب البديل. علاج حب الشباب وآثاره، إزالة البقع والتصبغات من البشرة، علاج التجاعيد ومظاهر الشيخوخة، إزالة آثار الشمس، تفتيح البشرة، تبييض البشرة تبييض نهائي، وأيضا شد البشرة. هيكون هو ده الأثر الطبي لهذه التركيبة المتميزة من الأعشاب الطبيعية. كريم وجه القمر الذهبي، وداعا لكل مشاكل البشرة، وأهلا ببشرة ذات لمسة سحرية سيتعجب منها كل ميراته. علاج النمش والكلف وإزالته تماما، أيضا تبييض البشرة وإزالة التصبغات تحت العينين، تفتيح المناطق الحساسة، العناية الكاملة والدائمة بالبشرة أيا كان نوعها، جافة أو دهنية، وده في حد ذاته يعتبر سبق طبي بمعنى الكلمة. احذر السقوط في دائرة الإعلانات التجارية والنصب باسم الطب البديل، وخليك في دائرة الطب الآمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم ارجع الحق على ألسنتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي ناقص واحد. حلقة اليوم إن شاء الله هتكون تكملة لما بدأناه سويا في الحلقة السابقة، وهي بعنوان أسرار الطب البديل الجزء الثاني. اللي متابعنا في الحلقة اللي فاتت احنا شفنا مع بعض يعني ايه طب بديل، اتكلمنا يعني ايه طب بديل، وعرفنا منشأه، يعني ايه جه منين الطب دوت، وعرفنا نقطة مهمة جدا عايز برضو اقولها للي لسه بيتابعنا لأول مرة او فاتته الحلقة اللي فاتت. بديل في آلياته وليس في الطب نفسه. هو طب ولكنه بديلا عن آليات الطب الغربي، آليات الطب الغربي، ولكنه طب. هذا هو كلمة بديل. كتير جدا يقول لك يعني ايه بديل للطب؟ يعني نلغي الطب، يعني ما نتعاملش بالطب خالص، بالعكس هو طب ولكنه بديلا في آلياته التي يستخدمها مع المريض. شفنا أيضا مع بعض من يحق له العمل بالطب البديل، وقلنا نقطة مهمة جدا خدوا بالكم منها لأنها يظهر في الآونة القادمة. كتير جدا من اللي أنا أقوله ده لابد أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة معترف بها. يعني إيه؟ هيجي لنا الأيام اللي جاية كتير جدا معهم طب وجراحة من جامعات وهمية ليس لها وجود، من جامعات أونلاين، من جامعات أونلاين، ومفيش حاجة اسمها كده خالص. وبالتالي هيظهر علينا هذه النوعية قريبا، يعني انتظروها. النوعية الجديدة من النصابين هيكونوا حاصلين على بكالوريوس طب وجراحة من جامعات غير معترف بها وليس لها وجود في الأساس، وبالتالي لابد أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة معترف بها. ده اللي بيعمل بالطب البديل بعد حصوله على درجة الدكتوراه. أنا مش هعيد الكلام اللي احنا قلناه الحلقة الماضية، ولكن سريعا بمر عليه كده مع بعض. وشفنا برضو آليات الطب البديل تحدثنا عنها سريعا وليس بالتفصيل أثناء فعاليات الحلقة. هنبدأ النهاردة مع بعض العناوين الفرعية اللي احنا اتفقنا مع بعض الحلقة الماضية ان احنا هنستعرضها سويا. هذكر حضراتكم بيها، وهي 6 عناوين فرعية لهذا العنوان الأساسي، وهو أسرار الطب البديل. حالات مزمنة في الطب الغربي، هنشوف مع بعض كيف تعامل معها الطب البديل، وده اللي احنا شفناه في الحلقة الماضية الأسبوع الماضي. تاني عنوان حالات غريبة في الطب الغربي،
مستغرب جدا ايه الحاله ديت وازاي جت وازاي هنتعامل معاها. لا، بنلاقي الطب البديل له نظره اخرى تماما. حالات جراحيه يعني وصلت الى باب عمليات الجراحيه لابد من اجراء جراحه، هنجد تعامل مختلف تمام في الطب البديل واسراره. حالات مركبه يعني بتشتكي من اكثر من مرض، والحلقه السابقه شفنا حاله فيها 5 امراض وكيف تعامل معها الطب البديل بأسراره المختلفة. شفنا حالات مستحيلة، شفنا حالة من الحالات المستحيلة في الحلقة الماضية، والنهاردة برضه هنشوف حالة كده مستحيلة بمعنى الكلمة في سياق الطب الغربي. آخر عنوان معانا كان وهم الطب البديل وكيف يتم النصب على حضرتكم بهذا المسمى. هذه هي العناوين الفرعية التي سنتناولها إن شاء الله في فعاليات هذه الحلقة. بسم الله نبدأ. حالات مزمنة في الطب الغربي. اتفقنا مع بعض الحلقة الماضية أن الطب البديل ما يعترفش أو ما بيحبش كلمة حالات مزمنة، واتفقنا مع بعض أن معنى كلمة حالة مزمنة أن هي تستمر على العلاج طوال العمر، وقد يكون رغم الاستمرار على العلاج طول العمر مفيش نتيجة، وده اللي احنا شفناه مع بعض في الحلقة الماضية. هنشوف برضو النهاردة مع بعض حالة تعتبر مزمنة، وزي ما قلت لحضرتك ان الفلسفي او الفلسفة بتاعة الطب البديل بتقول ان الجسد البشري قادر على الاستشفاء بذاته، وانا رأيي ان هي نظرية دينية اكثر منها نظرية فيلسوفية، يعني لان سبحان الله ربك سبحانه وتعالى يعني خلق الجسد البشري في اتم صورة ليه ومش محتاج حاجة، ولكن التعامل الخاطئ بتاعنا احنا هو اللي بيسبب الامراض. البيئه اللي احنا اخطأنا فيها وبوظناها هي اللي بتسبب الامراض، نشاطاتنا اليوميه هي اللي بتسبب الامراض، اكلاتنا الغريبه وتناولنا الكثير من الممنوعات هو اللي بيسبب الامراض، الانفعال والتوتر هو اللي بيسبب الامراض، التعب والارهاق هو اللي بيسبب الامراض الى اخره. فهي زي ما بقول لحضرتك هي فلسفه دينيه اكثر منها طبية. وبنقول دايما ان ربك سبحانه وتعالى امرنا بالاخذ بالاسباب، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اوصانا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بالتداوي والعلاج. تداووا عباد الله، فما انزل الله من داء الا انزل له الداء، علمه من علمه وجهله من جهله، او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لما هناخد بالاسباب ديت هجد الاستشفاء الذاتي للجسد البشري، وهذه هي فلسفة الطب البديل. الطب البديل ما جاش من فراغ زي ما شفنا مع بعض الحلقة الماضية. الطب البديل ما بيتكلمش عن حاجة وهمية، الطب البديل ما بيتعاملش مع حاجة مش موجودة، الطب البديل ما بيتعاملش بالتجربة، ما بجربش في المريض بتاعي، ودي نقطة مهمة جدا جدا. الطب البديل يتعامل على أساس دراسات عذرا، يتعامل على أساس دراسات وأبحاث خرجنا بنتيجة منها، وعلى أساسها بنتعامل بالخطوات بتاعة هذه الأبحاث وهذه الدراسات، ودي نقطة مهمة جدا جدا للوصول إلى بر الشفاء بإذن الله تعالى. الحالات المزمنة في الطب الغربي كثيرة جدا، تناولنا حالة في الحلقة الماضية حالة منها. هتناول مع حضرتك النهاردة حالة من حالات المزمنة في الطب الغربي. وانت كتير جدا يقول لك ايه يعني انت مش لاقي علاج في مصر، سافر بره عشان تتعالج. كتير ده يعني اعتقد ان هذه الجمله يعني انت ما لقيتش حل في مصر في الطب في مصر، سافر بره هتلاقي فيه علاج. طب ايه رايك بقى ان اللي بره ما لقاش علاج وجه يتعالج في مصر؟ خلينا نشوف الحاله دي من حلقه سابقه ونرجع مع بعض تاني وفعاليات حلقه اسرار الطب البديل الجزء الثاني. عليكم السلام. دكتور أسامة. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. انا كمالي. صراحه كنت جايه من الدنمارك وجيت عند حضرتك نتعالج مع عيالي. اهلا بيك، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. وبعدين انا بتشكرك جدا طبعا على ان عيالي واحده منهم كان عندها الازمه، الحمد لله بقت احسن بكثير ويعتبر يعني راحت يعني الحمد لله. والثانيه كمان كان عندها كتير نزيف والحمد لله يعني بفضل الله وفضلك طبعا. الله يعزك. بقت جميله جدا ومش حاسه باي شيء ولا عندها اي شيء. طيب انا عايز استاذن حضرتك يا مدام كماليه، هي مدام كماليه فعلا يعني نازله من الدنمارك مخصوص للعلاج بالطب البديل وشرفتني في العياده، وعايز بس نعرف الساده المشاهدين يعني البنتنا الاولى كان عندها ازمه صدريه. معايا يا مدام كماليه؟ ايوه ايوه معايا. اتفضلي. البنت الصغيره عايزين نوضح للمشاهدين كان ايه المرض والنتيجه. اتفضلي يا فندم. هي الصراحه كان عندها ازمه كتير شديده، يعني دايما بتكح، وكان التنفس كان عليها صعب كتير، وكانت بتاخد زي بخاخه كده. ايوه يا فندم. وبعدين لما جينا عند حضرتك بدات حضرتك تعالجها،
وبعدين دلوقتي الكحة يعتبر راحت والتنفس بتاعها بقى كويس جدا. تمام. والحمد لله يعني نحمد ربنا وشكرا لك طبعا. طيب وبنتنا الثانيه؟ بنتي كانت دايما بيجي لها نزيف بتاع الدورة دون. ايوه. فبعدين ما حضرتك عملت الحجامة وعملت الإبر وكده طبعا بعد ما كان بينزل لها يعني 3 مرات أو مرتين أو بتبقى مثلا أكتر من أسبوع. الحمد لله يعني دلوقتي آخر مرة كان 5 أيام والحمد لله ولا تعب ولا شيء ولا أي حاجة. الحمد لله رب العالمين. سؤالي لحضرتك يا مدام كماليا، يعني اقتناعك بالطب البديل كان على أساس إيه؟ هو الصراحة أنا شفت حضرتك على التلفزيون وبعدين حضرتك يعني كلمت على الطب البديل بطريقة كويسة وأقنعتني جدا، ولذلك أنا ما كنتش لاقي حل في الأدوية هناك فنزلت على طول لحضرتك. بعد النجاح الباهر لكريم وجه القمر يبهرنا العالم الطبيب الأستاذ الدكتور أسامة حجازي بالإبداع الجديد والتحدي المذهل وجه القمر الذهبي. وعدناكم ببشرة في لون ونعومة ورق الورد، والحمد لله حققنا الوعد. النهاردة بنجدد الوعد ومعاه وعد جديد، بشرة في لون ونعومة ورق الورد وملمس وبريق اللؤلؤ المكنون الذي لم تلمسه يد. وجه القمر الذهبي ثورة في عالم الطب وتحدي حقيقي. عين الطبيب المتخصص في العلاج بالأعشاب والطب البديل تقدر تستخرج من كنوز الطبيعة وصفة مميزة جدا لعلاج جميع مشاكل البشرة. أيوة، علاج جميع مشاكل البشرة، وهو ده التحدي الحقيقي. كل مشاكل البشرة اللي بتعانوا منها بلمسة من وجه القمر الذهبي هتصبح ذكريات من الماضي. كريم وجه القمر الذهبي أحدث صيحة في عالم الطب البديل. علاج حب الشباب وآثاره، إزالة البقع والتصبغات من البشرة، علاج التجاعيد ومظاهر الشيخوخة، إزالة آثار الشمس، تفتيح البشرة، تبييض البشرة تبييض نهائي، وأيضا شد البشرة. هيكون هو ده الأثر الطبي لهذه التركيبة المتميزة من الأعشاب الطبيعية. كريم وجه القمر الذهبي وداعا لكل مشاكل البشرة، وأهلا ببشرة ذات لمسة سحرية سيتعجب منها كل مياراته. علاج النمش والكلف وإزالته تماما، أيضا تبييض البشرة وإزالة التصبغات تحت العينين، تفتيح المناطق الحساسة، العناية الكاملة والدائمة بالبشرة أيا كان نوعها، جافة أو دهنية، وده في حد ذاته يعتبر سبق طبي بمعنى الكلمة. احذر السقوط في دائرة الإعلانات التجارية والنصب باسم الطب البديل، وخليك في دائرة الطب الآمن. دي حالة مستحيلة بمعنى الكلمة أو مزمنة بمعنى الكلمة في سياق الطب الغربي. مدام كماليا من الدنمارك ما لقيتش حل في الطب الغربي هناك، مش هنا، ما لقيتش حل في الطب الغربي للتعامل مع مشكلة بنتيها الأولى، أزمة صدرية وحساسية صدر وما بتقدرش تتنفس ومضادات حيوية وكورتيزون ومساعات شعب وما فيش نتيجة. ابتدت ان هي تسمع عن الطب البديل، نتحدث عنه بفضل الله سبحانه وتعالى بصدق وبدراسات وابحاث، وجدت الاقتناع التام من ناحيتها ان هي تنزل مصر تتعالج او تعالج بناتها بالطب البديل. البنت الاولى الحمد لله رب العالمين يعني كان بتكح والنفس صعب جدا والبخاخات ما بتوقفهاش، الحمد لله رب العالمين انتهت المشكله تماما بمعنى الكلمه. البنت الثانيه ومشكله كبيره جدا موجوده مع بناتنا وهي اضطرابات الدورة الشهرية، أكتر من مرة ونزيف وأكتر من أسبوع مع الآلام. كتير جدا بيتعرض لهذه المشكلة وكتير للأسف يعتقد أن ده طبيعي. لا، ده مش طبيعي، وبالتالي لابد أن أنا أجد حل. الحل في الطب الغربي ما لقيتش حل لمدام كاميليا لهذه المشكلة. بالحجامة والأعشاب وجدنا الحمد لله رب العالمين نتيجة رائعة بمعنى الكلمة، ويعني من أول أسبوع زي ما بنقول النزيف اللي كان بيبقى موجود وانتهى تماما، ولا تعب ولا أي حاجة زي ما هي بتقول. وهي قالت يعني كلمة مهمة جدا، ما كنتش لاقي حل في الأدوية هناك. ده اللي هو بين قوسين كده الطب الغربي، كانتش لاقي حل
لهذه الحالة. وبالتالي الحالات المزمنة في الطب الغربي قد نجد أن تعامل الطب البديل معها يختلف تمام الاختلاف من ناحية الآليات اللي احنا بنستخدمها، وبالتالي هنجد اختلاف تام في النتيجة اللي أنا هستخدمها. هتيجي نقطة مهمة جدا ودايما بلفت نظر حضراتكم ليها. مش مجرد أعشاب بناخدها، مش مجرد اكتر من نوع من عشب هنستخدمه، مش مجرد ان انا قريت على النت وعلى يعني جوجل بقى يعني مال الدنيا العشبه الفلانيه بتعالج كذا، العشبه الفلانيه بتعالج كذا، فنخلط دول مع بعض خالص. الطب مش كده، الطب ليس هكذا. اشهر دواء لامراض القلب واللي هو اللانوكسين او الديجوكسين اصله عشبه اسمها الديجيتاليس، ولكنها صنعت وعرفت بطريقة معينة وجرعة معينة. أشهر عقار في أمراض القلب، تخيل أصله عشبة، ولكن مع الأبحاث والدراسات عرفت أن أنا أوظف هذه العشبة، وبالتالي لابد من الطب حتى أتعامل مع الأعشاب. ما تقولش أن أنا هجيب كف مريم وهجيب ميرامية وهجيب أحب الرشاد وهجيب رجل الأسد وهجيب بردقوش واخلطهم مع بعض وهيظبط لي أو هيصلح لي مشاكل اضطرابات الدورة الشهرية. هذا ليس من الطب في شيء. واحد يقول لي طب دكتور ما انت كنت بتقول لنا وصفات كتيرة جدا وبنعملها، وحتى الآن بقول الحمد لله رب العالمين لكثير من حضراتكم لما بيدخلوا يسألني على الفيس أو على الصفحة بنقول وصفات وبنقول حاجات سهل إن أنت تعملها، ولكن هناك آليات أخرى وطريقة أخرى للتعامل مع الأمراض المزمنة، وبالتالي لابد من الخضوع للدراسات والأبحاث اللي اتعملت في هذا المرض أو في هذا المجال. الحجامة ليست مجرد حجامة كما نسمع أو كما نعتقد، وأن هي مجرد تشريط ودم بينزل، كلام خالي من الصحة تماما. الحجامة الطبية لها منظور تاني تمام، ولها منطق آخر تماما غير اللي بيتوقعه أو بيتشدق به كثير ممن يعملون بالحجامة. يقول لك أنا واخد دورة واخد كورس، كل ده كلام فاضي إن أنا مجرد أشرط وأجيب دم كتير. أبدا، بالعكس. في الطب أو في الحجامة الطبية أنت ممكن حضرتك يكون الآلام في أسفل الظهر وتلاقيني بشتغل على مكان تاني خالص، لأن أنا عايز أشتغل على مكان تاني للعصب اللي مضغوط عليه وللدورة الدموية للعصب اللي ابتدت تضعف جدا وابتدى الإحساس يضيع، فابتدي أبعد تماما عن مكان الألم. ويتعجب المريض عندي يقول لي ده مش مكان الوجع، أقول له طب معلش سيبني أشوف شغلي، لأن فعلا بمعنى الكلمة دي طب وليست مجرد حاجة عشوائية بنعملها. ده كان أول عنوان معنا، وهي الحالات المزمنة في الطب الغربي، وشوفنا إزاي إحنا قدرنا إن إحنا نتعامل مع حالة أو حالتين قاعدين في الدنمارك جبناهم لغاية مصر عشان يتعالجوا بفضل الله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة رائعة بمعنى الكلمة كما شاهدنا مع مدام كاميليا. يا ترى الحالة غريبة في الطب الغربي، ويقف الطب الغربي مكتوف اليدين أمام هذه الحالة. وصل لحاجة ان انا مش عارف ايه دي ومش عارف ايه التعامل معاها، وخلاص يعني وقفت امام باب مسدود زي ما بيقولوا. هل يستطيع الطب الغربي، الطب البديل اللي انت يا دكتور بتتكلم عن اسراره، انه يتعامل مع حالة زي دي؟ طب خلينا نشوف المريضة هي اللي ترد علينا وهي اللي تجاوب هذا السؤال. هل يا ترى لو كانت حالة غريبة انت نفسك بالاطباء كتير اللي رحت لهم ما احناش عارفين نوصل لتشخيص معين، هجد ان فلسفة الطب البديل في هذه اللحظة بتظهر جلية واضحة جدا، وهي أن الجسد البشري قادر على الاستشفاء بذاته. خلينا نشوف الحالة الغريبة ديت ونشوف ازاي يتعامل معاها. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا يا فندم. الله يبارك في عمرك ويخليك لينا يا رب. أمال كامل مع حضرتك. أهلا يا حاجة أمال، أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك في عمرك يا حاجة، اتفضلي يا ستي. أنا بشكر حضرتك جدا جدا يا دكتور. بتشكريني ليه يا حاجة أمال؟ والله العظيم لأول مرة الحمد لله الحمد لله أحس يعني بالصحة بجد. يعني أنا بقالي 4 سنين ألف ما خليتش والله، والحمد لله الحمد لله. كان عندي ضمور ملتهبة في العين والحمد لله خفت على الحجامة. كان عندك إيه يا حاجة أمال؟ ضمور في العين. ضمور ملتهبة في العين. ضمور ملتهبة في العين، وكان عندي ألم في الرقبة، وكان عندي العصب الخامس، وكان عندي
يعني ألم في الأذنين، كل ده الحمد لله خف على الحجامة. والله العظيم ربنا يبارك في عمرك يا دكتور. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، صلى الله العظيم ان يجعلنا سبب يا رب. أنا بشكو المعدة بقالي 20 سنة. الحمد لله. أول مرة والله العظيم المعدة ترتاح وتخف على والله العظيم على كتف رجل. ربنا يا رب يخليك لينا وبارك في عمرك يا دكتور وسام. ربنا يحفظك يا حاج امال، واسال الله العظيم سبحانه وتعالى ان يتم شفاء عليك يا رب يا رب. الله يبارك في عمرك ويخليك لينا، وانا متشكره لحضرتك والله، متشكره جدا وعاجزه عن الشكر والله. ربنا يحفظك يا حاج امال. انت اول مره تعملي حجامه عندي مش كده؟ والله انا عاملها لسه جلستين بس، يعني من اول جلسه الحمد لله عيني خفت، يعني ما شاء الله. يعني كان الم رهيب يا دكتور في عيني. يعني من اول جلسه الحمد لله لقينا النتيجه بتاعتنا. من اول جلسه حجامه والله العظيم، والله العظيم يا دكتور كنت يعني قررت خلاص ان هعمل لها عمليه التفريغ واتخلص منها. تفريغ للعين وتتخلصي منها؟ والله قبل الحجامه عشان ما كنتش لاقيها حل. يعني انت وصلت لدرجه من الالام ان انت عايزه تشيلي العين خالص؟ والله واقسم لك بالله رحت فعلا القاهره للدكتور وكنت هعمل عمليه التفريغ. سبحان الله. قبل الحجامه. انا بشكر حضرتك وربي يخليك لينا مليون سنه يا رب. ربنا يحفظك يا حاج جمال، ربنا يبارك في عمرك يا رب. انت حضرتك من اسيوط يا حاج جمال على ما اتذكر؟ لا من سوهاج. من سوهاج. والله العظيم ربنا يخليك يا رب. ولا الحمد لله ليا جلسه ثانيه حجامه، والحمد لله يعني يعتبر انا على كده خفيت من جلستين. الحمد لله رب العالمين يا رب. ربنا يجعلنا سبب ويتم نعمته عليا وعليك وعلى المسلمين اجمعين. وربنا يخليك لينا يا رب مليار سنه يا دكتور. انا متشكر ليك يا حاج جمال، جزاك الله خيرا على الاتصال، شكرا جزيلا استي، شكرا. يعني غرابه الحاله في الطب الغربي ان وصلنا الى لابد من تفريغ العين. يعني ايه تفريغ العين؟ يعني نشيل العين خالص كلها ونرميها، عذرا في الكلمه والله. ولكن هو ده اللي وصل للطب الغربي او الويسترن ميديسين. الحاجه امال بتعاني من الام فظيعه في العين، عندها التهاب ضموري في العين، ويعني وصلت زي ما بقول لحضراتكم ان هي لابد من عمليه جراحيه لتفريغ العين. تدخل الطب البديل، وما اعتقدش ان ده سحر ولا وهم ولا دجل. هذا الألم الفظيع الذي كان سيؤدي إلى التخلص من العين من أول جلسة بفضل الله سبحانه وتعالى انتهى الألم تماما بمعنى الكلمة. الحاجة أمال يعني ما كانتش بتشتكي فقط من التهاب ضموري في العين، ولكن كان أيضا ألام في الرقبة، وعندها العصب الخامس، وألم في الأذنين، وتعب في المعدة بقاله 20 سنة. يعني حالة صعبة بمعنى الكلمة. ولكن اللي عايز ألفت نظر حضرتك ليه حتة إن الطب الغربي وصل إلى إيه القرار؟ التخلص من العين ونخلص بقى من المشكلة دي. أسأل الله العظيم العفو والعافية للجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية دائما وأبدا يا رب العالمين. لا، تدخلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وانتهت المشكلة تماما بفضل الله سبحانه وتعالى. والحاجة أمال بتقول كلمة جميلة قوي 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 قوي: أول مرة أحس بالصحة بجد. الكلمة دي تغلف وفعلا يعني بين قوسين كده لأنها مهمة جدا. أول مرة أحس بالصحة بجد. هذه هي أسرار الطب البديل. لن تجد حلا للوغاريتمات أسرار الطب البديل إلا عند طبيب متخصص. اوعى تعتقد ان انت هتعمل حجامة عند شيخ وهتلاقي النتيجة. اوعى تعتقد انك هتعمل الحجامة عند مركز وهتلاقي النتيجة. اوعى تعتقد انك هتعمل الحجامة عند حد واخد كورس ودورة. وزي ما قلت لكم في الحلقة السابقة، مفيش دورة إلا الدورة الرمضانية في كرة القدم بس. مفيش حاجة اسمها دورة في الحجامة، ولا شهادة في الحجامة، ولا كورس في الحجامة. لابد أن يكون طبيب متخصص يعي تماما كيف يتعامل مع الحالة اللي قدامه، ويعي تماما كيف لا يحدث أي أثر جانبي للجسد البشري اللي بيتعامل معه. ده كان تاني عنوان فرعي اللي هي الحالات الغريبة في الطب الغربي. ما اعتقدش هنلاقي حالة أغرب من اللي احنا سمعناها مع بعض. طب الحالات بقى الجراحية اللي احنا وصلنا مع بعض في الطب الغربي، ابتدينا نمشي خطوة 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 إلى إن خلاص لابد من إجراء عملية جراحية. كتير من الحالات بيحدث هذا، وزي ما قلت لحضراتكم من قبل، إن وجدت آلية طبية أخرى خدها وجربها ما دامت تحت المظلة الطبية، لأنك لن تجد أثر جانبي، لن يحدث ضرر إن لم يحدث فائدة. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. حالات جراحية كثيرة خلاص المفروض إن هي تخضع للعمليات الجراحية، ولابد إن هي فعلا
تدخل غرفة العمليات، نجد أن هناك رأي آخر للطب البديل مع كثير من هذه الحالات، ومنها الحالة اللي احنا هنشاهدها مع بعض حالا. مدام جيهان، السلام عليكم. ايوه، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. ازاي؟ الله يحفظك. ربنا يبارك لك ويبارك في علمك يا رب. الله يبارك لك، اتفضلي يا فندم. والله يعني ربنا يجازيك خير. واياكم يا مدام جيهان، ربنا يحفظك يا رب. الحمد لله، بفضل ربنا وبفضل حضرتك. انا كنت تعبانه، كان عندي المراره وكشفت ولفيت. معلش انا عندي برد وصوتي متغير. لا ولا يهمك، الف سلامه عليك. الله يسلمك. فلفيت كتير وجيت لحضرتك، فاديتني انت علاج، فالحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كانت حصوة مرارة يا مدام جيهان مش كده؟ ايوه كان المرارة فحص ومتحدد لي العملية. وكان متحدد لك عملية؟ ايوه تمام، والحمد لله رب العالمين خدنا الأعشاب. والحمد لله. ايوه الحمد لله الحمد لله. ربنا يبارك لك يا دكتور. ربنا يحفظك يا رب. لمدة قد ايه يا مدام جيهان مشينا على العلاج؟ شهر واحد بس. والحمد لله رب العالمين اختفت الحصوات تماما. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. ربنا رب يتم نعمته عليا وعليكم وعلى المسلمين اجمعين. يعني هنجيلك ومش هنسيبك والله. ربنا يحفظك يا مدام جيهان، متشكر لحضرتك. ربنا يبارك لك، يعني مش كلام. ربنا يحفظك، ربنا يجعلنا عند حسن الظن دائما يا رب. حصوات المرارة، ودي بقى نقطة مهمة جدا جدا. لن تجد طبيب يتفق معي في هذا الرأي ان احنا ما نعملش العملية. اي حصوة مرارة لابد الرأي الطبي الجراحي ان احنا نشيل المرارة. طيب بنشيل المرارة. الحويصلة المرارية جزء مهم جدا للجهاز الهضمي، وانا دايما بسميه الدراع اليمين للكبد. شلت المرارة هبتدي اعاني من دهون للكبد، هبتدي اعاني من عسر هضم، هبتدي اعاني من مغص شديد جدا يحدث، وخاصة مع ساعات الصيام. وكتير جدا من اللي شالوا المرارة وبيشاهدوني الان يقول لي فعلا انا في رمضان مجرد ما افطر اسهال ومغص واجري على الحمام. الحويصلة المرارية عضو مهم جدا، مش سهل ان انا اخد قرار ان انا اشيله. اخد قرار ان انا اشيله في اصعب الحالات اللي احنا ممكن نقابلها، ولكن تعامل الطب البديل مع حصوات المرارة بيختلف تمام الاختلاف عن هذه النظرية تماما. زي ما سمعنا مع مدام جيهان كان متحدد لها عملية ان هي تشيل المرارة. طيب وزي ما بقول لحضرتك، ما دام هناك محاولة طبية اخرى، طب ما نخوضها. ما دامت تحت المظلة الطبية، وما دامت في دراسات وابحاث بتقول ان انا اقدر، خد بالك من الكلمة اللي جاية دي، ان انا اقدر ابوش حصوات المرارة، أذيب حصوات المرارة، مش أفتت، لأن دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. لأن أنا لو فتت حصوات المرارة دي هتنزلق إلى القنوات المرارية، هيحدث انسداد مراري، هتبقى مشكلة تانية خالص. ولكن التعامل مع مجموعة من الأعشاب مصنعة بطريقة معينة وبمقادير معينة هيخليني إن أنا أذيب هذه الحصوات، وهي مكانها كده تبتدي بالبلد بتاعنا تبوش، تذاب من حواليها لغاية إلى أن تختفي بفضل الله سبحانه وتعالى. وده اللي احنا شفناه مع بعض حالا مع مدام جيهان بعد ما كان متحدد لها عملية لاستئصال الحويصلة المرارية، اللي هي زي ما بقول لحضرتك عضو مهم جدا جدا جدا. ما تجيش بقى تقول لي أنا قريت إن العشبة كذا والعشبة كذا بتفتت حصوات المرارة. أنا لست مسؤولا عن هذه القراءة اللي حضرتك قريتها. أنا مسؤول عن أبحاث معينة، دراسات معينة اتعملت بمقادير وطريقة معينة لتحضير بعض الأعشاب تتعامل مع الحصوات اللي بتكون موجودة في الحويصلة المرارية. فخد بالك كويس جدا جدا، ليس مجرد كلام وليس مجرد ان انا بجرب مع حضرتك، دي دراسات وابحاث اثبتت الحمد لله رب العالمين فاعليتها، وبالتالي بناخد بيها وبناخد بالاسباب، وبتكون بفضل الله سبحانه وتعالى النتيجة زي ما سمعنا مع الحالة اللي شفناها مع بعض. دي الحالات الجراحية. رابع عنوان معانا الحالات المركبة، وكثير جدا من الحالات المركبة يكون فيها أكتر من مرض. يبتدي الطب الغربي يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الكم من الأمراض. هشوف حالة مركبة مع بعض بتعاني من أكثر من شيء، وكيف تعامل معها الطب البديل وأعطى لها أسرارها بعد معاناة طويلة جدا وسنوات من المعاناة والتماثل للطب الغربي. أم عبد الرحمن، السلام عليكم. ايوه، السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم.
ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. الله يكرمك يا رب. هو انا بقالي فتره عايزه ارن على حضرتك علشان اشكرك، لان حضرتك والله كنت سبب في، يعني الحمد لله في شفائي، يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد لك الشكر. الحمد لله رب العالمين. الله يكرمك يا رب. هو انا كنت عند حضرتك من يعني كده بقالي 3 شهور اهو. تمام. وانا كان عندي غضروف في الفقرات العنقيه. ايوه. وفي القطنيه، وكانت رجلي الاثنين كانت تعباني خالص خالص. تمام. وانا بقالي يجي 4 سنين او 5 سنين ما كنتش بعرف اصلي خالص وانا واقفه. لا، ودلوقتي لا الحمد لله، اللهم لك الحمد لك الشكر. يعني انا كنت حتى كنت كلمت حضرتك على الصفحه بتاع حضرتك، قلت لك بقالي 10 سنين داخل عند الدكاتره. الحمد لله رب العالمين. وما فيش اي نتيجه خالص خالص، يعني جابت معايا نتيجه، اي علاجات ما جابتش معايا نتيجه. تمام. فوالله انا قلت بقى ان انا بصراحه لما اتاحت لي الفرصه ان انا يعني اعرف اوصل للقناه، ان انا اشكرك والله قدام العالم كله. ربنا يعزك ويعلي قدرك يا ام عبد الرحمن. طيب استاذن حضرتك، طبعا حضرتك مشكوره جدا على هذا الاتصال. تعالي مع بعض كده نوضح بقى للساده المشاهدين اللي بيسمعونا مع بعض احنا عملنا ايه. كان عندنا ايه؟ انت قلنا عندنا فقرات في الغضروف عنقي وقطني. كان عندي فقرتين في العنقيه، وعندي فقرتين في القطنيه والعجزيه، وما كناش بنقدر نصلي، يعني وصلنا لدرجه ان ما بقدرش اصلي وانا واقف. بقالي 5 سنين ما بصلي على الكرسي. 5 سنين، ربنا يعافيك يا رب. طب عملنا ايه يا ام عبد الرحمن؟ نعم، عملنا ايه حضرتك؟ والله حضرتك عملت لي حجامه. تمام. وكمان انا هفكر حضرتك بيا. اتفضلي. انا ام عبد الرحمن المنهور، اللي حضرتك كنت مشيره لحضرتك التعليق اللي حضرتك كنت كاتباه على صفحه حضرتك. تمام يا ام عبد الرحمن. تمام. وكان في كمان عندي مشكله في الرئه، كان في الجزء السفلي للرئتين كان في تليف. تمام. وكان باقي الرئه فيها ضعف، ما هيش بتشتغل بكفاءتها يعني. وحضرتك عملت لي حجامه عليها، ولا في تحسن الحمد لله افضل. وكان حضرتك عملت لي حجامه على الفقرات العنقيه والقطنيه وعلى رجليا. وكانت مشكله رجليا دي بقى كانت مشكله يعني فظيعه خطيره، ما كنتش بعرف اقف 5 دقايق على بعضيهم. تمام. وما كنتش بقدر امشي. وبعدين انا في الاربعينات، ما كنتش يعني مش هقول لك انا كبيره خالص لدرجه ان انا ممكن بعد 5 دقايق اتعب من المشي. فدلوقتي لا الحمد لله، اللهم لك الحمد لك الشكر. الحمد لله عز وجل ثم لحضرتك يعني. لا، في تحسن جميل خالص. دلوقتي انا بصلي وبقوم وبقعد. تمام. والحمد لله افضل من اول بكتير يعني. الحمد لله رب العالمين. الرئه اتحسنت يا ام عبد الرحمن؟ لا والله، هو حضرتك عملت لي هي حجامه واحده، والمفروض ان حضرتك عطيني يعني 3 شهور راحه. تمام. فهي كانت حجامه واحده بس، يعني الحمد لله انا شايفه تحسن. الحمد يعني لله ان شاء الله رب لما اجي بعد 3 شهور حضرتك هتكمل معايا، انا اكيد هتكون في تحسن اكتر ان شاء الله بمشيئه الرحمن عز وجل. احنا خدنا اعشاب مع الحجامه. ايوه، الاعشاب دي ما شاء الله تبارك الله خطيره، ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله رب العالمين. جميله. وحضرتك كنت كاتب لي على الكريم، اول شهر كنا اخذنا الكريم مع الاعشاب مع عسل المناعه. تمام. وبعد كده اخذت المنتج الجديد اللي هو ارثوسبيد. تمام. مع برضو الاعشاب واعشاب الحساسيه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، اللهم لك الحمد. راضيين عن النتيجه يا ام عبد الرحمن؟ لا والله، الله يبارك لك يا دكتور. يكفي ان انا وانا بسجد وحاطه جبهتي في الارض ان انا بشكر الله عز وجل، ثم بشكر حضرتك وبدعي لك والله. ربنا يعزك ويعلي قدرك يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. الله يصلح حالك. ده كتير عليا يا ام عبد الرحمن والله، دعوتك وانت ساجده دي، اسال الله العظيم ان يجزيك عنا خير يا رب. ربنا يكرمك والله، هو ربنا جعلك سبب والله. الحمد لله رب العالمين. طبعا اكيد الحمد لله. يجزيك خير والله. وبعدين انا اتصالي ده يعني من باب ان انا يعني من باب احقاق الحق، يعني حتى العالم كله يعرف ان حضرتك يعني ما هو مش العلاج عندك مش دجل ولا كلام ده. لا هو فعلا يعني وطب صح، وحضرتك بتشتغل صح، مش يعني مش زي اي حد واخدها كده الحمد يعني لله رب العالمين. يعني وجدنا فعلا حاجه اسمها الطب بديل يا ام عبد الرحمن. لا والله يا دكتور اسامه، يعني والله جزاك الله كل خير. يعني على فكره هو انا اصلا يعني انا خريجه تمريض كمان. فانا طبعا يعني لفيت على الدكاتره اللي اعرفهم واللي ما اعرفهمش. تمام. يعني حتى لدرجه يعني انا كانت يمكن مشكله رجليا كانت مغطيه على مشكله ظهري، رغم ان انا يعني كان ظهري ده كان تعبني جدا، ولكن جت مشكله رجليا، وكمان جت مشكله
اكبر، اللي هي كان عندي الم، يعني انا نسيت اقول دي كمان، ان انا كان عندي الم فظيع في مفاصل جسمي كلها. وحاولت ان انا اخد علاجات ما فيش، وارفع النسبه، حتى مثلا قالوا لي فيتامين د، بقيت اقول عملت فيتامين د ارفع النسبه بتاعته يترفع ولسه مش شويه. المهم اخر حاجه ان انا يعني عند حضرتك بعد ما اخدت الاعشاب ومشيت شويه كويسه، يعني هو النسبة الحمد لله اترفعت عندي. الألم اللي كان في جسمي لا ما عادش زي الأول. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يعني. فأنا بصراحة يعني شاكرة ليك وجزاكم الله كل خير. أنا اللي بشكر حضرتك جدا على المداخلة الرائعة دي، وأشكرك على الدعاء، أسأل الله العظيم أن يجزيك عنا خيرا يا رب. الحالة المركبة اللي شفناها مع بعض السيدة أم عبد الرحمن، غضروف عنقي، غضروف قطني أسفل الظهر، الركبتين، آلام شديدة في الركبتين، تليف في الرئتين، آلام في الجسم كله، خماسية من الأمراض. أسأل الله العظيم العفو والعافية للجميع، وأن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية دائما وأبدا يا رب العالمين. ما كانتش بتقدر تقف 5 دقايق على ركبتين، ما بتقدرش تمشي، بتصلي وهي على الكرسي بقى لها 5 سنوات ولم تجد نتيجة، دايخة عند الدكاترة بقى لها 10 سنين وما فيش أي نتيجة، رغم أن هي في المجال الطبي لأنها ممرضة، تعرف الدكتور فلان ودكتور فلان ودكتور فلان، وراحت لفلان وفلان وفلان 10 سنين وما فيش نتيجة. في خلال 3 شهور بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت كل هذه المشاكل اللي احنا سمعناها مع السيدة الفاضلة، مع الأعشاب ومع الحجامة انتهت. حتى تليف الرئتين وجدت نتيجة طيبة فيها. ودي أسرار بمعنى الكلمة الطب البديل، ولكنها مش أسرار يعني سر مش هقوله لك، لأ دي أسرار يعني معجزات، يعني إنجاز الطب البديل بالدراسات والأبحاث، وليس حاجة عشوائية وليست حاجة هنجرب عليها في المريض بتاعنا خالص. ده طب بمعنى الكلمة، ولكنه بديلا في آلياته كما ذكرت لحضراتكم من قبل. كل هذه المشاكل اختفت تماما الحمد لله رب العالمين. دلوقتي بتقدر تمشي، بتقدر تصلي وهي واقفة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفضل الله سبحانه وتعالى كلمة أنا بقول لك أنا بدعي لك وأنا ساجدة، جزاه الله عنا كل خير يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيها عني كل خير دي بالدنيا، والله الحمد لله رب العالمين. يذكرني عبد في ظهر الغيب بدعوة وهو ساجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني دائما عند حسن ظنكم، وأن يجعلنا دائما مفتاحا لكل خير لحضرتكم ومغلاقا لكل شر عنكم. الأخت الفاضلة قالت نقطة مهمة قوي قوي قوي، العلاج مش دجل، ده طب وطب صح، مش زي أي حد وخلاص، مش زي أي حد واخدها كده وخلاص. نقطة مهمة جدا أعيدها تاني، العلاج مش دجل، ده طب وطب صح، ومش زي أي حد واخدها كده وخلاص. النقطة دي بتخلي يعني الناقوس يدق كده أمام أعيننا إن الطب البديل طب صح بمعنى الكلمة ومش أي حد وخلاص. دي حالة من الحالات المركبة اللي سمعناها مع بعض. يتبقى لنا الحالة المستحيلة ووهم الطب البديل. الحالة المستحيلة اللي احنا هنسمعها مع بعض تعتبر مستحيلة في الطب الغربي، ولكن في الطب البديل كان الوضع مختلف تماما. في خلال ساعات انتهت مشكلة سنوات. خلينا نشوف هذه الحالة وركز فيها لتعرف أسرار الطب البديل. معي أم محمد على التليفون. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك يا أختي الفاضلة، أهلا وسهلا. أنا أقسم بالله كان يعني والدي كان تعبان، قعد 3 سنين حضرتك، 3 سنين مكتئب لدرجة إن هو يعني إحنا تهنا بيه. يعني أنا أبويا مخلص علاج ملوش أول من آخر. تمام. فالحمد لله يا دكتور، الحمد لله، الفضل ليك، الفضل لربنا الأول ثم لحضرتك. أبويا جالك يعني اليوم اللي جالك فيه الحمد لله يا رب، الحمد لله طلع حاجة تانية، بني آدم تاني. الحمد لله رب العالمين. يعني احنا 3 سنوات يا أم محمد السيد الوالد في حالة اكتئاب 3 سنين. ده هو يقول لحضرتك، هو نفسه معاك مع حضرتك هيحكي لك على اللي هو مر بيه كله. ايوه يا دكتور. اهلا بيك يا حاج حامد، ازي حضرتك؟ البركه في ربنا الاول وفيه. الله يخليك، الله يحفظك يا حاج حامد. وفي بنتي اللي وصلتني لك. طب يا حاج حامد بس انا عايز من حضرتك توصف لنا يعني حالتك كانت ازاي من 3 سنين يا حاج؟ المرض بتاعي بدأ من 3 سنين. تمام. ورقت في وسطه 4 شهور. كويس. ورجع بدأ تاني. تمام.
اروح لدكتور يديني علاج ينيم ويهبطني وما بروقش. تمام. وما خليتش لحد المستشفى امراض العقليه رحته. كويس. برضه يقول لي كل شهر تيجي تاخد العلاج 6 علب. باخدهم كل شهر واروح له يقول لي عملت ايه؟ اقول له اللي انا عليه زي ما انت. بعد الحجامه يا دكتور صبحت الصبح اكنني مولود جديد. الحمد لله رب العالمين. أكني في صباحيتها قلت لو انا اعرف ان الدكتور هيعمل فيا كده ده انا اكتب له فدان ملك عشان اروح وكده عشان عيالي لما جيت نمت ومرتي بقى لها معاها 50 سنه قالت لي موت قبل الموت ما يغلى وابن قلبي. ربنا يبارك في عمرك يا حاج حامد، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك في عمرك. الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله لقينا نتيجه طيبه يا حاج حامد، وابتدينا ان احنا نتعامل مع الناس وننزل ارضنا تاني ونمارس حياتنا تاني. ماشي. ده انت لو قلت لي افضل معايا 10 سنين مش هسيبك، ده انا هزورك بهديه ومش هقول لك عليها الا لما اجهزها. هديتك ليا ان انت خفيت يا حاج حامد، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ربنا يا رب يتم شفاء عليك، واسال الله العظيم ان يمتعك بالصحه والعافيه، وما تزعلش من زوجتك ومن اولادك، معلش اعذرهم شويه وما تزعلش منهم وانسى اللي فات يا حاج حامد. يا دكتور انا مش زعلان منهم لان في الشده ينفعوني في الصحه ولما مين يجايروا مني. معلش تبقى لها معاها 50 سنه. معلش يا حاج حامد، الحمد لله على الشفاء، ونسامحهم كده وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ونبدا حياه جديده يا حاج حامد. الحاله دي يعني الاكتئاب 3 سنين، قعد تماما في البيت، العلاج بينيم وبيهبط مفيش اي نتيجه. على حد قول بنته خد علاج لا ملوش من اول ولا اخر، تاني يوم اصبح انسان تاني، او على حد قولها هي بتقول خرج من العياده واحد تاني، هو بيقول تاني يوم مباشره بقيت انسان تاني خالص. التعامل مع الطب البديل يختلف تمام الاختلاف عن الطب الغربي، واجد النتيجه زي ما بقول لحضراتكم. يعني بنته بتقول مجرد ما خرج من العياده حد تاني خالص، هو بيقول الصبح صباحيتها يعني تاني يوم الصبح عمل حجامه بالليل، تاني يوم الصبح كان حد تاني خالص بفضل الله سبحانه وتعالى. ونفينا بقى كم الادويه اللي اخدها والمستشفيات اللي بيتردد عليها ونفس العلاج اللي بيهبط وبيدوخ وبينيم، لا وجدنا ان هناك تعامل اخر تماما بمعنى الكلمه مع اليات الطب البديل. الحجامه مش مجرد حجامه، ولازم اركز على النقطه دي. لابد ان تكون طبيه تحت اشراف طبي بطريقه معينه باماكن معينه لغرض معين انا عايز اعمله. انا عايز اعيد تاني اتزان كيميائيه المخ لهذا المريض اللي احنا بنعملها في الطب الغربي بكم الادويه اللي بتهبط وبتنيم، لا انا هعملها طبيعي. وزي ما بقول لحضرتك وبذكر حضرتك، فلسفه الطب البديل ان الجسد البشري قادر على الاستشفاء بذاته. سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم على مدار حلقتين بهذا العنوان أسرار الطب البديل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن يمتعنا دائما بالصحة والعافية دائما وأبدا بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. أسألكم الدعاء واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد النجاح الباهر لكريم وجه القمر، يبهرنا العالم الطبيب الأستاذ الدكتور أسامة حجازي بالإبداع الجديد والتحدي المذهل وجه القمر الذهبي. وعدناكم ببشرة في لون ونعومة ورق الورد، والحمد لله حققنا الوعد. النهاردة بنجدد الوعد ومعاه وعد جديد، بشرة في لون ونعومة ورق الورد وملمس وبريق اللؤلؤ المكنون الذي لم تلمسه يد. وجه القمر الذهبي، ثورة في عالم الطب وتحدي حقيقي. عين الطبيب المتخصص في العلاج بالأعشاب والطب البديل تقدر تستخرج من كنوز الطبيعة وصفة مميزة جدا لعلاج جميع مشاكل البشرة. أيوة، علاج جميع مشاكل البشرة، وهو ده التحدي الحقيقي. كل مشاكل البشرة اللي بتعانوا منها بلمسة من وجه القمر الذهبي هتصبح ذكريات من الماضي. كريم وجه القمر الذهبي، أحدث صيحة في عالم الطب البديل. علاج حب الشباب وآثاره، إزالة البقع والتصبغات من البشرة، علاج التجاعيد ومظاهر الشيخوخة،
إزالة آثار الشمس، تفتيح البشرة، تبييض البشرة تبييض نهائي، وأيضا شد البشرة. هيكون هو ده الأثر الطبي لهذه التركيبة المتميزة من الأعشاب الطبيعية. كريم وجه القمر الذهبي وداعا لكل مشاكل البشرة، وأهلا ببشرة ذات لمسة سحرية سيتعجب منها كل من يراته. علاج النمش والكلف وإزالته تماما، أيضا تبييض البشرة وإزالة التصبغات تحت العينين، تفتيح المناطق الحساسة، العناية الكاملة والدائمة بالبشرة أيا كان نوعها، جافة أو دهنية، وده في حد ذاته يعتبر سبق طبي بمعنى الكلمة. احذر السقوط في دائرة الإعلانات التجارية والنصب باسم الطب البديل، وخليك في دائرة الطب الآمن.